السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة. يشهد المغرب خلال الفترة الأخيرة اهتماما كبيرا بالمشروعات التنموية والاستثمارات في مختلف القطاعات في إطار خطط تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وتشمل هذه المشروعات تطوير شبكات الطرق والمواني والسكك الحديدية، إلى جانب الاستثمار في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة، وهي قطاعات ينظر إليها على أنها من أهم ركائز الاقتصاد المغربي في السنوات المقبلة. ويرى عدد من الخبراء أن هذه الاستثمارات قد تساهم في جذب المزيد من الشركات الأجنبية وزيادة حجم الصادرات وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي على المستوى الإقليمي والدولي. وفي الوقت نفسه يترقب المواطنون انعكاس هذه المشروعات على حياتهم اليومية، سواء من خلال توفير وظائف جديدة أو تحسين الخدمات والبنية التحتية في مختلف المدن. كما يواصل المغرب تنفيذ خطط لتحديث عدد من المناطق الصناعية وتطوير المواني والمناطق اللوجستية، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار ويعزز مكانة المملكة كمركز اقتصادي مهم في المنطقة. ويؤكد مسؤولون أن هذه المشروعات تأتي ضمن رؤية طويلة المدى تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة، مع التركيز على تشجيع الابتكار ودعم الصناعات المحلية والاستفادة من الموقع الجغرافي للمغرب. ويبقى السؤال المطروح: هل ستؤتي هذه الخطط ثمارها خلال السنوات القادمة؟ وهل ستنعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد عن أخبار المغرب أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.